انا جايه لكم بقى النهارده وعملنا بقى صينيه فراخ في بطاطس كده جميله. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، يعني بصوا الحاجه المسلوقه طعمها حلو. احنا الفرخه دي بقى انا لقيتها ماشيه تتدلع وتتمخطر كده على السطح اللي جنبينا، فلقيتها ماشيه تتدلع. قلت لها انت رايحه فين؟ قالت لي رايحه اتدلع عامله الاولى. قلت لها تعالي تعالي. اخدتها بقى وقلت اعمل اقوم بالواجب معاها. قمت بقى جبتها كده وذبحتها، وجبتها ونضفتها كده وغسلتها كويس قوي بدقيق وملح. بعد كده بقى نقعتها في المحلول بتاعها اللي هو معلقه سكر، معلقه ملح، رشه جنزبيل، ليمونتين كده، عصير ليمونتين، ومعلقه واحده من الخل. وسبتها منقوعه شويه كده، وبعدين رحت جايه بقى جايبه لك بصله حلوه كده. يلا بينا بقى كده نسمي الله الاول ونصلي على الرسول كده عشان نبتدي الفيديو بتاعنا. لازما يا جماعه البركه تزيد معانا. الصلاه على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مش معنى يعني ان احنا عشان سارقين الفرخه يعني من على السطح اللي جنبنا وكده يبقى احنا خلاص كده يعني. لا، احنا لازم نتقن العمل كده. وبصوا بقى يعني اهو شايفين، جبت الفرخه بقى غسلتها حلوه قوي كده. بعد كده صفيتها كده بقى من الميه بتاعتها خالص. جبت بقى معايا بصلايه حلوه كبيره كده، حطيت عليها مع ملح، كمون، بهارات فراخ، ومعايا بابريكا، ومعايا قرفه، ومعايا فلفل اسود. عندك بقى معلقه دبس رمان ماشي، معلقه صويا صوص، كل ده شغال، ومعلقه كمان من الكركم. آه ما عندكيش بقى دبس رمان ولا صويا صوص، عادي خالص ولا كأننا قلناه اساسا. انا كمان ما حطيتهاش، يعني انا اقول لكم انا حطيتها وغلاوتكم عندي يعني ومالكم عليا يمين كده. انا ما حطيت حاجه. بصوا بقى اول حاجه كده نعملها بقى، عايزه منكم طلب بقى. احنا نحط اللايك الاول كده، والله اللايك ما هيخسركم حاجه. نحط اللايك بس كده ونشوف هنعمل حط اللايك بقى، ولو اول مره بقى يعني ما اشتركتش في القناه بقى اشتركي كده يعني. والله العظيم بصوا هتلاقوا عندي مواهب. بجيب لكم بصوا مطاعم وبتاع سيبوكوا انتوا بلا مطاعم بلا بتاع، ده الاكل البيتي. شايفين؟ جبت بقى الفرخه كده، فتحتها من تحت الجلد بالسكينه، وطبعا بتحافظي على شكل الجلد بتاعها. جيت بقى فتحات، عملت فيها فتحات كده بالسكينه اهي. وجيت بقى التتبيله دي دخلتها في الفتحات دي يعني كده وتحت الجلد. بصوا عايزه اقول لكم شبعتها من التتبيله دي. التتبيله دي جميله جدا، طعمها لوحده حكايه، بتخلي طعم صينيه البطاطس كده بجد، بتنقلها معاكي في حته تانية خالص. طبعا بقى يعني انتوا عارفين يعني احنا الفراخ اللي عنده فراخ الوقت يعمل لها اوضه كده، غرفه مجهزه، ميستخسرش فيها اي حاجه خالص على الغلاء بتاعها ده. هنا بقى جبت 3 حبات بطاطس كده، قطعتهم حلقات، طبعا مش تخينه ولا رقيقه عشان ما تتهرش معاكي. بصلايه كبيره برضو قطعتها حلقات. ومعايا هنا عصير طماطم، ضربت فيه بنجره صغيره كده، بشرتها وضربتها في قلبها، وقرن فلفل احمر حراق. معايا هنا ملح، ومعايا كمون، ومعايا كزبره، ومعايا فلفل اسود، معايا بابريكا، ومعايا بهارات فراخ. وجبت بقى الصينيه بتاعتي الحلوه دي كده، حطيت فيها قيمه زي ما انتم شايفين كده يعني. ما بعرفش اقدر يعني، بس هما 3 معالق زيت كده. ويا سلام بقى يا سيدي يا سيدي بقى لو معاهم معلقه سمنه بلدي. طبعا انا يعني هنا احنا بنحلم بس، اما التحقيق ده امتى الله اعلم، ده حاجه بقى في في علم الغيب. بصراحه السمنه البلدي انا ما دخلتهاش عندي خالص من زمان، بس بصراحه بتودي الاكل معاكي، بتخليه طعمه خطير. لو سمنه بقى بلدي هتحطي معلقه بقى مع الزيت ده كده، وتنزلي بقى لازم النار تبقى عاليه على الصينيه كده. تنزلي عليها بالفراخ، تدي لها صدمه كده لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي الجميل ده، وكمان تاخد ربع سوا معاكي. هقلبها بقى على الجنب التاني اهو. شايفين بقى اللون بتاعها اللي انا عايزاه اهو؟ شايفين؟ شايفين؟ قولوا شايفين. جيت بقى هنا اهو، الواد رحيم اللكاك اللي بصوا بديله رجول الفراخ عشان مش بيتكلم قليل يعني، هو طالع لامه يعني كلامه قليل. بصوا اهو. هنا بقى الفراخ اخدت لون دهبي معايا، هينت قلبتها كده على الجنب التاني، وهسيبها لحد زي ما قلت لكم كده تدخل في ربع سوا بس كده.
بعد كده هطلعها بقى ايه، عايزه ترصي بقى فوقها البصل والبطاطس والفلفل، لو عندك فلفل الوان بقى تقطعي حلقات احمر واصفر واخضر، بدي طعم وبدي شكل جميل في الصينيه كده وطعم حلو قوي. طبعا انا ما عنديش لا احمر ولا اخضر ولا اصفر، الحمد لله يعني النظافه حلوه كده، شغال برضو مش هتقول لا. يعني عايزه اقول لكم طعم الصينيه دي اصلا تحفه، يعني مش محتاجه والله حاجه، بس احنا ايه يعني عايزين إيه نزود التيست بتاعها كده والفايده بتاعتها، القيمه الغذائيه بتاعتها يعني، والخضار طبعا كله ايه قيمه غذائيه. رحيم الوشاش، شايفين نباشات الفراخ دي اللي هي الرجلين دي انا اللي باكلها، علشان انا كلامي قليل فايه إيه بقول لك يعني اللي بياكل اللي كلامه قليل ياكل رجول الفراخ، فانا عشان كلامي قليل ويعني وخجوله جدا ومش بتكلم، فباكل رجول الفراخ دي عشان اعرف اتكلم يعني. ماما نعم ايه؟ يعني بقول له لا العب برز مش راضي. انت كنت مولود وانت بتاكل رز؟ اه عايز رز ايه انت؟ لازم رز. اه الرز هيكفيك على نفسك، بلاش الرز دلوقتي، لا اكلته ضعيفه جدا. لا بطول أكلة ضعيفة. انت بتاكل اكل ضعيفه؟ اه طب وماما؟ بتطلع أكلة ضعيفة. باكل اكل ضعيفه؟ انت منافق. ما باكلش الا 4 مرات بس، صح؟ اه انا ما باكلش الا 3 طقات بس يا جماعه، او 4 طقات بس، يعني ايه الرابعه دي بتبقى نقنقه، صح؟ اه نقنقه. نقنقة من الفراخ. اه. احنا بقى جبنا الفراخ دي يعني تهونت، حطيناها كده على البطاطس، رصيناها زي ما انتوا شايفين كده هونت. وهنعمل ايه في الفراخ دي بقى يا في رحيم؟ الفراخ هنقتلها احنا جايبين الفرخه دي منين يا رحيم؟ من سارقينها سلقينها من على السطوح. من على السطح. اه، اللي عنده بقى فراخ دلوقتي بتبيض او فراخ مربيها بصراحه يعمل لها يعني، بصوا يهننها وياخدها على كفوف الراحه كده. ماما انت رايمة فرخة من فوق ليه؟ من ايه؟ ده احنا جايبينها من على سطح الجيران، كانت فرخه ماشيه تتدلع كده، قلنا لها تعالي تعالي واتغدينا بيها. شايفين حطينا بقى عليها الملح والتوابل بتاعتنا هنا. والله بحيني. بطل نعير يا جزمه، يا فراخ حط صوتك يا حمار. قلت الفرخة تعالي تعالي. اه. هي مش بتيجي. لا بتيتي. لا مش بتيجي. فرخه بتيتي. الفرخة لما نقول لها تعالي تعالي بتيجي. اه. قلت فرختنا اه. تعالي تعالي تيجي. فلختنا. اه فلختنا نقول لها تعالي تعالي هتيتي. انت بتسمع الكلام؟ اه خلاص الفرخه هتسمع الكلام. ده هي هتيجي. اه هتيجي. طب ما هي انا ده اجت في قلب الصينيه، مش احنا قلنا لها تعالي، اجت في قلب الصينيه. هنا بقى الفراخ اخدتها بقى غلوتين كده على البوتاجاز، انا جايباها من فوق. اه هنا بقى بعد ما اخدت غلوتين كده على البوتاجاز من دخلتها فوق الفرن من بقى السلام. عشان تاخد معايا اللون ايه الذهبي. اه. من السلام ضلع. بس بقى انت عرفتهم ان احنا عندنا فراخ، تعرفت الناس ان احنا عندنا فراخ، مش انت قلت لي مش هقول لحد؟ لما انا قلت له انت قلت لهم؟ انت متغطي بك يا ريال. هنا بقى ايه نعمل جنبها بقى رز بشعريه كده ولسان انا عصفور. سوبرمان وقالب مان. انت سوبرمان؟ انا سوبرمان وانا قالب غلبان. وانا عيل غلبان. ذاكرت نص الماده وسقطت يا جدعان. هنا بقى ايه حمرت الشعريه ولسان العصفور كده اديتها لها اللون الذهبي، وبعدين نزلت عليها بالايه بالرز بتاعي مغسول ومنقوع اهو، وحطيت هنا بقى. شايفين الفراخ بقى سوبر هنا يا جدعان. كانت غلت بقى معايا اهي، قلبتها على الوش كده ودخلتها معايا الفرن تحمر بقى. وهنا بقى الرز قلبته في الشعريه كده في لسان العصفور. كان عندي بقى شويه شوربه من الفرخه اللي هي ايه المسلوقه اللي قبل كده، صح يا رحيب؟ احنا كنا يعني هو احنا يعني ايه فضحتنا يا رحيم، احنا مجوعينك يا ابني.
شويه شوربه بقى كده وغليتهم. كان عندي شويه شوربه في الفريزر كده، غليتهم وحطيتهم على الرز. هنا شربت الرز بشعريه كده بالشوربه. عايزه اقول لكم الرز بشعريه كده بالشوربه طعمه جميل جدا. ومعلقه كركم بقى تحطيها ايه على في الرز كده والشعريه وهي بتتشوح مع بعض قبل ما تحطي الشوربه عليها، تدي اللون الذهبي ده كده وجميل جدا. مفيش كركم ومش بتحبيه بالكركم يبقى كده من غير كركم ولا اي حاجه. طبعا الكركم مش بيدي طعم اصلا في في الرز، يعني مش بيبان خالص، بس بيدي لون حلو قوي في الرز بالشعريه ده، تحسيه زي رز بسمتي كده. هنا بقى صينيه الفراخ بعد ما طلعت من الفرن، شايفين تستاهل بقكم بجد. يعني ايه، اتفضلوا بقى ان ايه معانا، طعمها جميل جدا وريحتها تحفه. عايزه اقول لكم البطاطس دايبه كده وماسكه نفسها في نفس الوقت، كمان الفراخ برضو مستويه حلوه قوي وكمان متماسكه. طبعا حابه بقى تعملي الصينيه دي باوراق بس، بالاوراق بس تمام. يعني لو بتحبي الاوراق ممكن تعمليها باوراق بس كده. وانا طبعا مش بحب الاوراق يا جماعه، عشان الاوراق الغذاء كله بيبقى في الاوراق وكده، وانا عامله دايت. يعني انا عامله دايت ما باكلش غير 4 طقات بس في اليوم، فمش عايزه اكل الاوراق علشان ايه الدايت وكده. يعني محافظه على الدايت بتاعي ده كده. بقى ايه الاكل بعد ما غرفته هونت معايا زي ما انتم شايفين كده بقى، ومخلل وخضره بقى كده معايا، طعمها جميل جدا وطعمها حلو قوي. وصينيه بطاطس بجد خطيره، تستاهل بقكم كده بالف هنا على قلبكم. يلا يلا بقى ايه، اتفضلوا معانا يلا الغدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك.